رجع مصر من أوروبا في صندوق خشب ملفوف بالشاش. محمد الكحلاوي أصر على التأكد من جثته، وبعد ما شاف الجثمان وشاف قد إيه اتغير شكله بعد فترة المرض، خرج وقال: سبحان من له الدوام. معقول ده أنور وجدي؟ طلق زوجته التانية بعد الحب بجنون بسبب عدم وجود الكمون في البيت. عرض نص ثروته على الدكاترة عشان يغريهم ويساعدوه في الشفاء بعد ما يأسوا من علاجه. شجع زوجته اليهودية على نطق الشهادة قبل صلاة الفجر. مرضه لم يتم التعرف عليه حتى الآن، والغريب كمان إن بعض من إخواته ماتوا بنفس الطريقة. أسرار وحكايات وروايات هنعرفها النهاردة عن أنور وجدي. النهاردة الحلقة دسمة جدا والفيديو دسم جدا بالأخبار اللي كل محبي فنان الزمن الجميل الفنان أنور وجدي. هكلمكم عن كل الحاجات اللي ممكن أو تحبوا تعرفوها عن أنور وجدي بالتفصيل. الفنان أنور وجدي، والحاجة اللي كنا عارفينها إنه دعا ربنا دعوة وكأن أبواب السماء كانت مفتوحة في الوقت ده، وقال: يا رب اديني 1,000,000 جنيه واديني كل الأمراض بس يكون معايا فلوس. كان محب جدا لجمع المال وجمع الفلوس. كان اسمه محمد أنور يحيى الفتال وجدي. أخد اسم الشهرة بتاعه وقال: أنا هسمي نفسي أنور وجدي. هو من مواليد حي الظاهر، ووالده كان من حلب بسوريا. والده كان تاجر أقمشة وبس، كان يعني على قده. ولما ضاق بيه الحال من حلب اتجه إلى القاهرة وعاش في حي الظاهر. أنور وجدي كان في طفولته في مدرسة فرنسية، ولكن كان مشاكله كتيرة جدا، يعني كان طفل مشاغب وكان عامل مشاكل لوالده كتيرة جدا. وبسبب هذه المشاكل والده قعده من التعليم، وبالفعل ترك التعليم. كان كثير التردد على المسارح، وكان بيهوى التمثيل، وخاصة في عماد الدين في مسرح الفنان القدير يوسف وهبي. كان أنور وجدي طموح جدا، وده الدليل عليه إنه مسكتش لحد ما عرف حد قريب قوي من الفنان القدير يوسف وهبي وخلاه اشتغل مع القدير يوسف وهبي لكن في الأعمال الإدارية. بس ده ما كانش طموح أنور وجدي، لأنه كان نفسه يمثل. حاول إنه هو يقنع يوسف بيك وهبي في ذلك الوقت بموهبته لحد ما خلاه يشتغل، ولكن ككومبارس صامت. اشتغل كومبارس صامت في بعض الأفلام، وكان مرتبه في هذا الوقت 4 جنيه. في نفس الوقت ده اتعرف على الفنان عبد السلام النابلسي، والاتنين كانت بتجمعهم صداقة قوية جدا. الاتنين كان حالهم على قدهم، وأجروا أوضة في مكان شعبي، وكان كل واحد فيهم بيدفع نص أجرة المكان، وكانوا كمان بيتقسموا حق الأكل. الفنان أنور وجدي كان بيتضايق جدا لما ياكل الفول وياكل الطعمية، وكان نفسه إن هو ياكل زي ما كان بيقول ساعتها: عايز ياكل أكل الزوات ده كل يوم. ابتدت الدنيا تظبط معاه شوية، ومرتبه وصل ل8 جنيه. لما وصل مرتبه ل8 جنيه ما كانش هو ده طموحه، بالرغم ان ده كان ممكن يكون طموح اي شاب في الوقت ده. كان هدف انور وجدي الاول والاخير جمع الفلوس، ثم جمع الفلوس، ثم جمع الفلوس. رشح يوسف وهبي في دور ابن الاغنياء الفاشل او بتاع البنات، ونجح وكان قدير جدا في اداء هذه الادوار. اتعرف على الشاشة والناس كتير حبته، وابتدت المخرجين والمنتجين يسألوا عنه بسبب براعته في التمثيل. وكأن الشاشة حبت أنور وجدي، ابتدت الأعمال تنهال عليه ونجح فيها بشكل كبير جدا. وفي يوم كان معزوم على الغداء عند الفنانة زينب صدقي. دخل لقى الأكل ولقى أصناف كتيرة جدا ووليمة كبيرة جدا معمولة هناك. اتكلم مع زينب صدقي وقال لها: أنا نفسي أكل الأكل ده كل يوم. قالت له: قول الحمد لله على الستر، الصحة والستر ملهاش بديل يا أنور. في الوقت ده رد أنور وجدي عليها وقال لها: الصحة والستر هيعملوا إيه من غير فلوس يا مدام زينب؟ ما خلص الحديث على كده، مدام زينب ما سكتتش وقالت له: ياما ناس كتير معاها فلوس لكنها مريضة والفلوس ما عملتلهاش حاجة. قال لها: طب أنا بطلب من ربنا وبقول يا رب 1,000,000 جنيه ويديني كل الأمراض اللي في الدنيا. وكانت أبواب السماء، والناس قالوا ساعتها إن كانت أبواب السماء مفتوحة، لأن فعلا أنور وجدي كان معاه في آخر أيامه فلوس كتيرة جدا ما قدرتش تشيل عنه المرض. وفي يوم من الأيام وبعد ما الفلوس جريت مع أنور وجدي وبقى منتج، اتعرف على الطفلة فيروز وشاف قد إيه هي ملفتة للنظر ويقدر يعمل معاها أفلام وأعمال كويسة جدا. عمل عقد احتكار مع والد فيروز، وكان بيديها على كل فيلم 1,000 جنيه.
في بداية مشواره الفني اتجوز الفنانة إلهام حسين وكانت لسه غير مشهورة. أما الزوجة التانية فكلنا عارفينها الفنانة القديرة الجميلة ليلى مراد، كانت وقتها تعتنق الديانة اليهودية. ولا تعالي نحط فلوسك على فلوسي ونعمل إنتاج كبير جدا ضخم. الكل أجمع إنه تزوج إن أنور وجدي تزوج ليلى مراد عشان فلوسها وعشان يجمع أكبر قدر من الفلوس. بالإضافة المقربين منهم قالوا إن كان أنور وجدي بيعامل ليلى مراد معاملة سيئة جدا ما تليقش بفنانة زيها. اللي أكد الكلام ده إن فطين عبد الوهاب في لقاء قبل وفاته صرح وقال إنه ما بيحبش أنور وجدي لأنه كان بيعامل والدته ليلى مراد معاملة سيئة. لكن زي ما ذكرنا السيئات، تعالوا أقول لكم حاجة جميلة جدا عملها أنور وجدي مع ليلى مراد. الفنانة ليلى مراد كانت كل يوم بتصحى جسمها يقشعر أول ما بتسمع أذان الفجر، وكان جسمها يهتز، وكانت بتحس بإحساس غريب، وكان كانت بتطلب دايما إن تعرف إيه السبب من ده. جت في يوم صحت أنور وجدي وقالت له أنا كل يوم بسمع الأذان وجسمي بيهتز جدا يا أنور وعايزة أدخل الإسلام. قالت له أعمل إيه؟ قال لها يلا انطقي الشهادة، وبالفعل نطقت الشهادة قال لها يلا نصلي الفجر. وعلمها أول ركعتين في حياتها. بعد ما قالت الشهادة علمها إزاي تصلي وصلوا الفجر مع بعض. وتاني يوم على طول خدها على الأزهر وأعلنت إسلامها بشكل علني ودخلت الإسلام. الطلاق حصل بينهم بعد 7 سنين زواج، ويقال إن حصل الطلاق بسبب عدم وجود الكمون في المطبخ. والحقيقة إن ناس كتيرة من المقربين قالوا إن أنور وجدي كان بيصطنع أي مشكلة عشان يطلق ليلى مراد لأنه ما كانش مرتاح معاها. بعد كده ابتدى يتزوج من الزوجة الثالثة وهي الفنانة ليلى فوزي، ودي كانت حب عمره منذ دخوله الفن وتقدم لها بالفعل في أول حياته. لكن والد ليلى فوزي رفضه بشدة وقال له أنت إنسان مستهتر وسمعتك وحشة وكمان مش هتقدر تعايش بنتي، أنت مستواك الاجتماعي ما يصلحش لليلى أبدا. وبالفعل رفضها أو رفض أنور وجدي، واتجوزت ليلى فوزي الفنان عزيز عثمان وكان من الأغنياء في ذلك الوقت. اتجوزوا بعد ما أنور وجدي طبعا اشتهر، وسافروا خارج البلاد 3 شهور، كانوا رايحين يقضوا شهر عسل، لكن الموضوع استمر لمدة 3 شهور وكانوا مبسوطين جدا جدا. ابتدى أنور وجدي يظهر عليه علامات التعب بعد زواجه من ليلى فوزي. وهم راجعين بعد ال3 شهور كان ظاهر عليه أعراض التعب، وما كانوش عارفين ايه السبب، ومحدش من الأطباء المصريين عرف ايه السبب اللي أنور وجدي بيعاني منه. كان بيفقد الذاكرة أحيانا، وصل لدرجة إن هو فقد بصره. بعد 9 شهور من الزواج وبعد رحلة علاج رجعوا تاني لأوروبا، وحاولوا بأي طريقة إن هم يروحوا لأكبر الأطباء هناك عشان يعرفوا إيه هو مرض أنور وجدي. الحقيقة إن فشل الأطباء في مصر وفي خارج مصر إن يعرفوا سبب وفاة أنور وجدي أو المرض اللي أنهى حياته، محدش عرف السبب. لكن بعد 9 شهور من زواجه بليلى فوزي رجع مصر، ولكن رجع بصندوق خشبي، داخل صندوق خشبي ملفوف بالشاش. الفنان محمد الكحلاوي وكثير من الفنانين كانوا منتظرين جدا حبيبهم، لأنه كان ليه أحبة كتير جدا في مصر، كانوا منتظرينه بفارغ الصبر. وأول ما دخل من المطار خدوه على منزله في الزمالك. الحقيقة إن محمد الكحلاوي أصر إنه يشوف الجثة، وبعد ما شاف الجثة وخرج ابتدى في حالة ذهول يقول سبحان من له الدوام، وما كانش مصدق إن ده أنور وجدي. بالفعل أنور وجدي شكله اتغير جدا قبل وفاته بسبب المرض. الفنان محمد الكحلاوي أيضا أصر إن هم يغسلوا على الطريقة الإسلامية ويصلوا عليه، وبالفعل حصل ده، وكانت جنازة مهيبة لأنور وجدي وكانوا محبينه كتير. حضر الجنازة يوسف بيك وهبي، عبد السلام النابلسي كان رفيق كفاحه، وكثير من الفنانين. لتتحقق دعوة أنور وجدي بوجود الفلوس معاه مقابل المرض، وده فعلا اللي حصل له في آخر أيامه. وحاول إنه يغري الأطباء إن هو يديهم كل ثروته بس يخف، لكن للأسف قدر الله كان نافذ، سبحان من له الدوام. النهاردة حبيت إن أجمع لكم هذه المعلومات لكل محبي أنور وجدي. أتمنى أكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.